لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من هنا من ملعب اتحاد كلباء وفي دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة، أكون معكم كمعلقا على هذا اللقاء عبد الحميد محمد في هذا اللقاء ولحساب الجولة الثانية والمجموعة الرابعة التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للمنتخبات تحت سن 23 عاما. اليوم اليمن وسريلانكا أو سريلانكا واليمن هنا في هذا اللقاء وفي ملعب اتحاد كلباء، علما بأن المنتخب اليمني من يملك 3 نقاط من انتصار في اللقاء الأول. كرة 50 ثانية كفاية كانت لليمن للتقدم بأول الأهداف. هدف يمني أول، الهدف الأول من علاء الدين يسجل أول الأهداف. شوف الكرة العرضية، شوف الكرة المباغتة، شوف علاء الدين والمتابعة. أول الأهداف اليمنية تأتي في غضون 50 ثانية. المنتخب اليمني قبل المقدمات قبل كل شيء. الحارس اللي واقف هو الآخر يعطي إشارته، ونقول بسم الله وبداية شوط أول من المباراة. دعواتكم للأزرق الكويتي الصغير إن شاء الله بقدرة الكبار، وإن شاء الله مثل ما حقق في اليمن نتيجة طيبة وحقق كأس الخليج رقم 20، إن شاء الله أيضا يحقق الفوز على المنتخب اليمني الشقيق اللي أيضا طموحه بالتأكيد هو أنه يحقق نتيجة ويحقق ال3 نقاط. والمباريات اليوم مهمة جدا حقيقة، يعني حتى الأفغاني عنده مهمة يعني ما هي سهلة مع المنتخب الباكستاني 3 نقاط والأفغاني 5 نقاط، وهذه لعبة اليوم. لكن لعبة الأفغان عندهم مباراة سهلة خطيرة. كورة مو معقول في أول 40 ثانية. خطأ دفاعي طبعا اللعبة في الأولى، وهنا مرة ثانية وانقطع. شوف مفتوح الدفاع والتقدم صحيح جدا، ويضعها في أول 40 ثانية، في أول 40 ثانية من المباراة. ياه